السلام عليكم. النهارده عندنا دعوه حلوه قوي من سفاره جمهوريه مصر العربيه لدى الكويت. النهارده عندنا دعوه لحضور ايه بقى؟ خلينا اوريكم. الاحتفال بيوم افريقيا. طيب في جوه طبعا سكاجوال، نطلع جاكيت البدله، نجهز القدره بتاعنا. طيب يلا نلبس. طب هو يا ابو حميد ايه اليوم الافريقي ده اساسا يعني؟ ليه بيتعمل؟ انا حضرته السنه اللي فاتت، في فعاليات كتير قوي طبعا، كل السفراء موجودين كتير قوي، ناس دبلوماسيين برضو موجودين في الحفله، في رموز برضو موجوده، ناس من السوشيال ميديا، من السفاره المصريه، كل السفارات. وهو بصراحه يعني بيبقى يوم حلو، في حاجات كتيره، واليوم ده كله علاقات، يعني مش لازم يكون اعلان لحاجه معينه، لكن هو يوم كله علاقات. فبما ان الواحد يعني دايما بيحضر الحاجات دي، فالحمد لله ان انا وصل لي دعوه احضر النهارده عشان تتفرجوا من بدايه دخولي لحد خروجي، يعني ربنا يسهل. كده الواحد تمام، الجو حلو، توجه للبوابه ومعانا الدعوه. طبعا لازم الدخول بالدعوه من ابتداء من الساعه 7، الدخول عفوا للجميع، لان هيكون في معرض، فاللي حابب برضو يدخل معرض اهلا وسهلا. وهكون في قاعه البركه، فندق كراون بلازا. اول حاجه هنكون في قاعه الجوهره، هنا كل السفراء من كل الدول. سياده السفير، انا جاي عشان اعيد عليك قدام الناس واقول لك كل سنه وحضرتك طيب. النهارده يوم جميل ان شاء الله ويوم لطيف، ولسه هتبدا الفعاليات النهارده في اليوم الافريقي بتاريخ 10 يونيو مع سياده السفير وباقي السفراء. شكرا سياده السفير على الدعوه. شكرا يا فندم. سياده السفير اسامه شلتوت موجود، وكل سفراء الدول موجوده، كلهم من دول افريقيا. وهنا داخل قاعة الجوهرة كتير من الشخصيات والمسؤولين الدبلوماسيين وبرضو السفراء. ما شاء الله كل سفراء دول افريقيا، وفي وسطهم سيادة وزير الخارجية. معجب جدا بالازياء الافريقيه، لكل سفاره بتلبس حاجه بتمثلهم بصراحه. كل لبس زي ما قلت لكم بيعبر عن تراث لبلد معين. دلوقتي نازلين رايحين قاعه البركه عشان الافتتاح للمعرض الافريقي. انتم شايفين كلنا على السلم. السلام عليكم. هوريكم بقى لبس افريقي. الناس اللي ما سافرتش افريقيا كلها موجوده تحت سقف واحد، كام دوله، وكل دوله ليها معرض معين، وكل معرض فيه تراث معين. هتلاقوه موجود هنا في قاعه البركه اللي موجوده في كراون بلازا. وده يوم افريقي كل سنه بيكرر، ان شاء الله المره الجايه نحاول نصور اكتر واكتر يعني. تعالوا اعرفكم شويه عن جمهوريه مصر العربيه لو انتم مش مصريين او بتتابعوني من بره الكويت. دي الاثار اللي بتعبر عن التراث المصري من ايام الفراعنه. كل ركن انتوا هتشوفوه هنا لدوله بتراثها باسمها بعلمها. دلوقتي انا هتضايف. ده اسمه ايه؟ الخبز بتاعنا يسموه حم باشا. حم باشا. حم باشا ده اسمه حم باشا. ده مع القهوه. مع القهوه طبعا، دي قهوه اريتريه اهو، نفس دوله. خلينا نجرب من غير سكر. اول مره هجرب نوع قهوه مش تركيه او العربيه، اسواتيني. دي الوان القبائل بتاعتي صح؟ ده لبس القبائل. اثيوبيا. السلام عليكم. غانا. دنيا جميله بصراحه، شعور حلو والله. كل الدول موجوده هنا، كل الناس مبسوطه. لسه مكملين تصوير. كينيا، وهنا دولة تانية كمان، ليبيريا، ليبيا، ملاوي، مالي، موريتانيا، المغرب، نيجيريا، السنغال،
سيرالينو او ليوان، صوماليا، الصومال، صوص افريقيا، صوص السودان، حبايبنا الظلم، السودان، توجو، تونس، زيمبابوي، الجزائر، بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، سنترال افريقيا، تشاد، سفارة جمهورية القمر المتحدة. دي حاجات بقى انا ما شفتهاش قبل كده. جيبوتي. طبعا تقدروا تاخدوا اي شنطة من الشنط الصندوق الكويتي. شكرا جزيلا. عيد مبارك. تنزانيا. مصر للطيران. هنا في ايجيبت اير تكتب اسمك، رقم تليفونك، حطها هنا ويمكن تكسب تذكرة ببلاش. ودي احلى هديه من ايجيبت اير، مصر للطيران. بقى بعد المعرض هيكون في البوفيه المفتوح او في العشاء. ده مش بوفيه عادي، مش اي حد ياكل منه. ليه؟ كل حاجه موجوده قدامكم هنا في السخانات خاصه بدول معينه. يعني ايه مثلا؟ يعني عايز الاكل الخاص بدوله كينيا مثلا، هتلاقي الاكل هنا. نيجيريا هتلاقي هنا، تنزانيا هتلاقي هنا، اثيوبيا هتلاقي هنا، جنوب افريقيا هتلاقي. كل حاجه هتلاقوها مترتبه بالاعلام عشان تبقوا عارفين، او الناس مثلا الضيوف اللي موجودين يبقوا عارفين هم بياكلوا ايه ومن اي دوله. يعني دي شكلها كوارع ولكن من صوص افريقيا. جميل. في اكلات طبعا تانية هنا انا ما جربتش ومش ناوي اجرب بصراحه. هروح على اللي اعرفه، لان نوعيه الاكل كتير وفي كل حاجه. اسماك، دجاج، لحمه متقطعه فتايل، لحمه متقطعه قطع صغيره، كل حاجه ما شاء الله موجوده. وفي حاجات ما شاء الله كمان خلصت. خلونا ناخد طبق ونخوض التجربه. بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا كده خلوني اخد سلطه عشان قبل ما ادخل على التقيل بقى. ده تقريبا بقى خاص بالاوتيل اللي هو ايه المعروف. بصراحه بوفيه راقي جدا، يعني كراون بلازا ابدعتم بصراحه في الحفله وكمان في الاكل. يلا كل سنه وانتم طيبين. سلام.